السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى أقولك بقى، لو عندك شوية كبد وقوانص كده من الفراخ اللي انت كنت مربياها وعينة الكبد والقوانص بتاعتهم على جنب، ولقيتيهم بقى كده ايه، كيس فيه شوية، عملتي كتير منهم وبقى معاكي كيس كده فيه شوية صغيرين ومش هيكفوا الولاد، تعالى أقولك على طريقة حلوة جدا هتكتر معاكي الكمية، وكمان هتديكي طعم ولا أحلى من كده، وتعملي كمان أحلى سندوتشات كبدة في البيت. أول حاجة كده بتجيبي طاسة، ومحبذ إنها تكون طاسة تيفال أو نوفال أو أي حاجة تكون ما بيلزقش فيها، أو لو عندك طاسة ألمونيا مش هتقول لأ عادي يعني. وبعدين نحط فيها كده معلقتين صغيرين من زيت الذرة أو زيت عباد، أي زيت خضار يعني. وبعد كده طبعا بتكوني غسلة الكبد والقوانص بتاعتك غسلة ممتازة يعني، بصوا غسلة حلوة جدا جدا، ونقعاهم كده في شوية خل كده ومظبطاهم. وبعد كده أول ما الزيت بيسخن، ما بنحط السمنة، بنحط زيت، ماشي؟ ما تنسوش المعلومة دي. بنحط فيها الكبد كده ونطشها وهي سخنة جدا. وبعد كده بنجيب معلقة كبيرة كده من التوم المفروم ونحطها على الكبدة. وبعد كده معايا ملح وفلفل وكمون وشوية كزبرة ناشفة. تمام، ده طبعا التوابل الموجودة في كل بيت. ومعانا طبق حلو كمان اهوت من الخضار، في بصل متقطع جوانح او شرائح رفيعة، ومعاه كمان فلفل اخضر، ومعاه كمان فلفل حامي، ومعاه شرايح من الطماطم. كل حاجة كده متقطعة شرايح رفيعة. اول حاجة بنزل بالبصل لحد ما يدبل معايا، وبعد كده طبعا نزلت بالفلفل الحامي، ونزلت كمان بشرايح الطماطم. اتفقنا ان الكمية صغيرة فهنكترها شوية، وكمان هتدينا طعم ولا احسن من كده. والطريقة دي بنسميها يخني الكبد والقوانص. بعد كده بنزل بشرائح الفلفل، ويا سلام لو عندك شوية فلفل الوان في الفريزر هتطلعيهم، او عندك مثلا واحدة مستخبية كده في التلاجة. انا عن نفسي لقيت شوية اصفر كده في التلاجة، فطلعتهم وحطيتهم على الوصفة. تمام، وبعد كده قلبتها تقليبة، وبعد ما خلاص هطفي عليها النار، عصرت عليها ليمونتين كده على الماشي. تمام، لو انت حابة تعصري ليمون اهلا وسهلا، لو مش حابة تعصري ممكن تخلي الليمون على جنب وتحطيه جنب السندوتشات، اللي عايز يعصر يعصر. تمام، وبعد كده قلبتها تقليبة وخلاص. كنت عملت طبعا، قليت جنبها طبق كده من البطاطس، وطلعت طبق مخلل، وعملت شرايح طماطم وشرايح من الخيار، وحطيتهم في اطباق. وبعد كده طبعا اول حاجه فتحت جبت كام رغيف كده. بس انا هعمل معاكم تجربه بس كده ايه، او للشو كده تصوير برغيفين بس الرغيفين دول طبعا مش هيعملوا حاجه، ده احنا ما شاء الله. وبعد كده طبعا فتحت العيش وابتديت كده احشيه بالكبد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، طعمها تحفة جدا، اعملوها وهتدعولي. بعد كده طبعا، وما تنسوش نسيت اقول لكم كمان ان بعد ما حطيت التوابل حطيت نص معلقة من الملح. طبعا ده كده سندوتشات الكبدة مش هتلاقوها بره البيت ابدا، دايما هتلاقوها جوه البيت. وطبعا هقطع كده شريحة من الليمون واحطها جنب الكبدة، وكمان قرنين فلفل حامي كده للي بيحب الفلفل الحامي. تمام، والطبق ده عايز ايه؟ عايز عيش بلدي. السفرة دي عايزة عيش بلدي مخلل وبطاطس وخيار وطماطم، وكمان طبق كبدة كده متحبش، ومعاهم قرنين فلفل حامي، ومعاهم ليمون، وشوية كده ايه، شوية عيش كده بلدي. واوعى وشك غدوة مية مية. واللي كمان للأطفال اللي مش هيعرفوا ياكلوا كده، عاملين لهم سندوتشات كبدة بالعيش، في العيش اللي هو العيش الفينو. ودي كانت طريقتنا النهاردة في عمل يخني الكبد والقوانص، أو طريقة جديدة أو طريقة قديمة للكبد والقوانص، بس في الآخر الطريقة تعجبكم. وأشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.